أنا والدة الأسير شادي أبو شخدم، موجود في سجن نفحة، ماخذ 16 مقبض، إلى 16 عام داخل سجن الاحتلال. أنا بوجه كلمة من داخل هالخيمة لجميع أهالي مدينة الخليل بأكملها. بقول لهم شادي لما ضحى بحاله، مش عشاني ولا عشان أبوه، عشان يعيش الخليل بكرامة ويعيش كل الأهالي بكرامة. أنتوا التانيين عيشوهم بكرامة، ومن أجلهم تعالوا وقفوا وقفة تضامن. إحنا بندعيكم يا الأميات، بنقولكم تعالوا وقفوا معنا، وقفوا معنا، وقفوا مع أولادنا. أولادنا داخل السجون مش راضيين ياكلوا، مش راضيين يشربوا، مش راضيين، مضربين عن كل شيء، عن كل شيء مضربين، عشان برضه يعيشوكم بكرامة، عشان ياخذوا مطالبكم وياخذوا مطالب إلهم. مقابل هذه أعطوهم شوية. نترجاكم رجاء، نترجى كل جميع الأميات الأسرى اللي لها ابن أسير، أم أسير، أخت أسير، تنزل توقف مع ابنها، ترفع من معنويات اولادهم، يرفع من معنويات امياتهم. لان والله العظيم اولادهم لما تيجي الام تلاقي في وحده واقفه معاها لابنها، والله بترفع معنوياتها وبتزيد قوتها وبطلتها. وانا بقول لكل ام انت ما تنهزي، والله ما تنهزي. احنا الحمد لله رب العالمين، احنا اميات ابطال، ومنضل رافعين راسنا وشامخين، وبنقول الحمد لله رب العالمين على هالوقفه الحلوه الموقفه لما. وان شاء الله يا رب الله بك ما بطولها شده، وان شاء الله الله بيفرج عنهم قريب يا رب، بيكون الفرج اقرب واسرع من كل شيء. شكرا لك.